ليه لازم يكون عندك كاميرا مراقبه ذكيه بتدعم الاي اي؟ عن طريقها تقدر تعرف ايه اللي بيحصل قدام بيتك وانت مش موجود. الكاميرا الذكيه دي هتنسيك زحمه الاسلاك اللي كانت موجوده في الكاميرات القديمه. والنهارده انا بقدم لكم كاميرا المراقبه اسفس اللي بتتميز بيه اولا لانها سهله معاك في التثبيت والتركيب والتفعيل على تليفونك، يعني مش هتحتاج لفني، هتركبها بنفسك على طول. وثانيا هي كاميرا بتشتغل بالواي فاي، يعني هتريحك من زحمه الاسلاك. وثالثا بالنسبه للتخزين هنستغنى عن الهارد والدي في ار بكارت الميموري ده. رابعا انا اخترت لك كاميرا اسفس مخصوص علشان بتصور وبتسجل بجوده من فول اتش دي لجوده 3K، ولانها كاميرا ذكيه مدعومه بالذكاء الاصطناعي هتتبع الحركه اللي قدام بيتك وتبعت لك تنبيه على الموبايل. سادسا كاميرا اسفس بتتميز بانها بتلف معاك 360 درجه وتقدر تتحكم في الدوران ده من موبايلك. سابعا وكل كاميرات اسفس بتتميز بانها نايت فيجن، كالر فيو، ودارك فايتر كمان. ولانها كاميرا ذكيه مدعومه بالاي اي بتكشف لك الفرق ما بين الانذار الكاذب وما بين الاشخاص. واخيرا كمان من ضمن المميزات الجميله اللي موجوده معانا في اسفس ان هي تقدر تكلم وتسمع اللي موجود جنب الكاميرا من موبايلك عشان هي مدعومه بسبيكر ومايك داخلي. في موديلات كتيره جدا من اسفس، كل موديل على حسب احتياجك تقدر تجيبها من عندنا من الكترو لاب بسعر حصري وبضمان عام كامل. ولو عايز تفاصيل اكتر سيب لنا كومنت واحنا نرد عليك على طول. انا كده خلصت، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.